يعني انا فيا عيب بس انا مش عارفه، بس انا متاكد ان فيا عيب لان كلهم حواليا، والمفروض ان دول دوائر الامان بتاعتي، السيف زون بتاعتي، بيقللوا مني، بيقولوا لي كلام سلبي وبيوصلني منهم كلام سلبي، فيبقى عنده افكار سيئه عن نفسه اللي هي بتاثر في السلف ايمج اللي اتكلمنا عليها الحلقات اللي فاتت. طيب المشاعر السلبية والأفكار السلبية دي هيؤدوا إلى إيه؟ سلوكيات سلبية. زي إيه؟ الطفل لما يبتدي يكبر بقى شوية ويبتدي يبقى عنده شوية إرادة حرة، يعني ابتدى يعمل هو الحاجات من دماغه، مش بيعمل بس اللي أهله بيقوله له أو اللي هو شايفه بيتعمل قدامه وبيقلده. هيبتدي يعمل سلوكيات سلبية أشهرها على الإطلاق إنه هيتخن أكتر. يعني ايه؟ من اشهر ردود الافعال للناس اللي بيتقال لها ايه ده انت تخنت كده ليه، ان هو بيبقى عايز يروح ياكل. ليه بقى بيبقى عايز يروح ياكل؟ ده اللي بنحاول نفهمه في الحلقة دي. الاكل، ودي هنتكلم عنها باستفاضة في حلقات جاية كتير، بيبقى جواه وبيترجر من المخ ان هو يطلع شوية هرمونات بتغلب الاحساس السعادة عن الاحساس الوحش والسلبي اللي موجود ده. لو حاجات فيها سعرات عالية، لو حاجات فيها سكريات او شوكولاتات، الحاجات دي هتطلع لك دوبامين في مخك، والشوكولاتة بالذات بتطلع سيروتونين كمان، والدوبامين والسيروتونين من الهرمونات على السبيكترم بتاع السعادة، بتتريجر positive emotions. طبعا الدوبامين ده الإنسان بيعيش حياته كلها بيجري وراه ونفسه يبقى بياخده 24 ساعة يعني. والسيروتونين ده يعني كانت دكتورة نشوى أستاذتي واللي علمتني الهيلث كوتشنج بتقول لنا عليه إن هو زي يعني هرمون السرور كده. ده حاجة الإنسان يبقى مبسوط جدا وهي موجودة في جسمه. فجسم الطفل هو أجل كإنسان أو كطفل صغير في السن هو مش واعي لكل الكلام ده، بس جسمه عارف ومخه عارف إن لما باكل الحاجة اللي فيها سعرات كتير دي بتبسط. فالموضوع يبقى عامل زي حد عمال يوسخ المية يحط فيها اسود اسود اسود، والناحية التانية عمال يدلق مية بيضة علشان تعوض السواد اللي بيتدلق ده. مية هتفضل متوسخة، عمرها ما هتنضف 100%، بس عمره ما هيوقف يدلق حاجة تعوض السواد اللي بيدخل. فالناس حواليه عمالة تقول له كلام سلبي كلام سلبي كلام سلبي. السلوك بالنسبة له أنا بنقذك أو بحافظ لك على مشاعرك إنها تفضل في الجانب السلبي ده، بهون عليك عن طريق إن أنا أطلع لك الهرمونات دي. طب النهاية إيه؟ إن هو هيبقى بيضر نفسه ويتحول الأكل هنا أو الأكل بشراهة أو الأوفر إيتنج لسلوك مؤذي الإنسان هو اللي بيعمله تجاه نفسه. اتكلمنا على نقطة البيرنتس، وأول 7 ل 8 سنين في حياة طفلك هم أخطر وأهم 7 سنين في حياته. حد زي فرويد شايف أو وجهة نظره بتقول إن كل حاجة بتحصل للإنسان هي مجرد تكرار لأحداث حصلت له في أول 7-8 سنين في حياته، وبعد كده مخه أو السبكونشس بتاعه بيستدعي مواقف ثانية تقعد تكررها عشان يعرف يحلها. الناحية التانية السبكونشس أو مخ الإنسان في الأول 7-8 سنين دول يعمل زي السفنجة، بيمتص كل حاجة حواليه. يعني أي كلمة بتقولها له، أي كلمة بتبقى فاكره مش سامعك، فاكره مش فاهمك، فاكر إني ما عادي يعني ما نهزر، إيه المشكلة؟ ما الناس كلها بتهزر، ما احنا كلنا اتقالنا الكلام ده واحنا صغيرين وطلعنا زي الفل. لا يا باشا انت مش زي الفل، ولا يا فندم حضرتك مش زي الفل. وتربيتك لعيالك بالطريقة دي هتؤدي إلى إن هم يفضلوا في دواير القرف ده طول الوقت، ويفضلوا بيكبروا يكرروا الأذى اللي تعرضوا له مع ناس غيرهم، وتفضل تلف الدايرة أكتر وأكتر وأكتر. فخدوا بالكم كويس قوي وعرفوا إنها مسؤولية ربنا يحاسبكم عليها كويس جدا جدا جدا. طيب
هي اساسا بقى الناس بتقول الكلام السلبي ده ليه؟ يعني احنا لو عايشين كلنا مع بعض في جزيرة منفصلة، قعدنا نتكاثر في الجزيرة دي ونخلف أجيال ونخلف أجيال ونخلف أجيال، ومحدش فينا بيقول كلام سلبي خالص. كلنا متفقين هنروح يا جماعة 100 واحد نعيش في الجزيرة دي، ما فيناش حد بيقول كلام سلبي عن جسم التاني. بعد كام جيل هيبقى اوريدي البروجرامينج بتاع مخهم مفهوش الكلام السلبي ده، فمحدش هيقول. فيطلع لنا بعض الأجيال ما تفهمش أصلا هو ليه ممكن حد يقول كلام سلبي زي ده، ايه الداعي يعني. بس الحقيقة ان احنا مش في الجزيرة دي، الحقيقة ان احنا عايشين وسط ناس، وبما اننا عايشين وسط ناس فاحنا بنتأثر بما يسمى الوعي الجمعي او الكولكتيف كونشس. يعني في حاجات معينة بتبقى زي اتفاقات عامة كده بين الناس، اشهرهم واللي الميديا بتأثر فيها بشكل قوي جدا 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 كل يوم وكل لحظة، ودلوقتي السوشيال ميديا بقت بتأثر كل ثانية في النقطة دي، هي البيوتي ستاندردز، هي معايير الجمال. احنا أملي علينا من بعض الجهات اللي زي المجلات وزي شركات الملابس والفاشن اندستري وبتوع مستحضرات التجميل، وطبعا بيخش معاهم بتوع الأدوية عشان يبيعوا شوية أدوية تخسيس وحاجات من هذه النوعية، إن في جسم معين هو ده المثالي للراجل وهو ده المثالي للست. ده مش بس المثالي، ده الحلو. لما أنا أقعد أقول لك ده الحلو ده الحلو ده الحلو ده الحلو، مخك اوريدي هيترجم إن أي حاجة تانية وحشة. فلو أنا بشوف في السينما وفي التلفزيون وعلى السوشيال ميديا والانفلونسرز اللي بتابعهم والكونتنت اللي بكونسيومه كل لحظة وكل ثانية شكل معين بس هو ده جسم الراجل هو ده جسم الست، مخي اوريدي هيترجم ان الباقي وحش. فطالما وحش يبقى ايه؟ من حق انتقده. فانا بنتقده عشان خايف عليه، ده انا بقول له كده عشان ما يتخنش زيادة، ده ابني حبيبي، هو انت هتزايد على حبي لابني؟ انت يعني قريت لك كلمتين هتيجي تقول لي بقى ان انا بحبوش؟ لا، احنا بنتكلم ان كل كلمة حضرتك بتقولها بتأثر فيه، فممكن تبقى زي الدبة اللي قتلت صاحبها. حبك فيه وسعيك ان هو ما يروحش للأوفر ويت او ما يروحش للوزن الزايد ويعاني من مشاكل الأوبيزيتي، هيودي لانه يعاني من مشاكل تانية نفسية بسبب ان انت بتكوميونيكيت معاه الحب ده بشكل غلط، بسبب كلام السلبي. فالبيوتي ستاندردز، وطبعا امثله ده وخش يعني بص عليه في اي اكتب بس كده بيوتي ستاندردز من السبعينات ل 2023، هتلاقي 10 اشكال للجسم. وطبعا ده عند الستات اكتر، يعني ديفنتلي ومحدش يقدر ينكر الستات بتعاني من اذى الميديا واذى البيوتي ستاندردز 1000 مرة قد الرجال. هتلاقي اشكال مختلفة، تلاقي 10 اشكال عكس بعض. مرة كانت تبقى الست لازم تبقى جلد على عظم ما فيهاش 1% دهون، مرة لازم تبقى كيرفي وفيها دهون بس في مناطق معينة، ومرة لازم تبقى سكيني هي مش جلد على عظم ومش كيرفي، ومرة تبقى مش عارف عاملة ازاي وشكل الكمثرى، لا شكل التفاحة، لا شكل الشمامة، ويتحط الستاندر ده ويمشي عالم عليه. وال7 ولا 8 مليار بني آدم اللي عايشين مطلوب منهم ان هم يأمنوا على ان هو ده بس البيوتي والباقي وحش. الميديا بتأثر، بيوتي ستاندرز بتأثر، السينما والتلفزيون والكونتنت اللي بتكونسيومه بيتأثر، حتى الكرتون بيتعمل فيه الأشكال والأطفال بيترسموا بحجم معين، ولو طلع حد اوفر ويت في حاجة من دي غالبا بيطلع عشان يتم السخرية منه. حتى في السينما المصرية الأمثلة لا تعد ولا تحصى. يعني يوم ما ربنا كرم علاء ولي الدين وطلع كبطل فيلم وهو اوفر ويت، ده كان بريك ثرو في تاريخ السينما المصرية. كانش بيتعمل ده ان يطلع البطل يبقى حد اوفر ويت، لا، لازم البطل ليه شكل معين.
البطلة لازم يبقى ليها شكل معين، هنطلع بقى بطلة اوفر ويت، لا دي نطلعها صديقة البطلة، نطلعها ثيرد ويل في العلاقة بتاعت الفيلم. وطبعا احنا كل ده بنتكلم على القديم، بنتكلم على ليه احنا كناس كبيرة في السن دلوقتي، كناس ممكن كتير من الجيل ده يبقى آباء وأمهات، اتأثرنا بده وبنقول وبنكرر الكلام السلبي ده. طيب الأطفال بقى والجيل الحديث، السوشيال ميديا ضربت الموضوع ده في 100 وفي 1000. انت النهاردة 24 ساعة قاعد ماسك التليفون بتكونسيوم كونتنت، فاتح بقى تيك توك، فاتح يوتيوب، فاتح سناب شات، انستجرام، فيسبوك، ايا كان بتكونسيوم كونتنت منين. بتلعب جيمز المشهورة جدا، كل الجيمز اللي بتلعبها على تليفونك لو فيها ريبريزنتيشن لإنسان هتلاقي جسمه شكل معين، بس هو ده الجسم. اي حاجة تانية بيترسخ جوه عقلك انها غلط، وبالتالي انت بتدي لنفسك الحق ان طالما ده غلط يبقى انا من حق انتقده، يبقى من حقي اقول له كلام سلبي. لما بتتزنق بعد كده بترجع تقول لا ده ما كانش قصدي، ولا ده مش كلام سلبي، اصلا ده هزار بس انت بتبقى عارف او مش عارف، بس مخك عارف ان هو عايز يشاور على الحاجة دي ويقول ان دي وحشة، يقول انها مش عاجباه، عشان مخك حصل له بروجرامينج من كمية الحاجات اللي بتأثر فيك وبترسخ ان ده الحلو، ده البيوتيفل، والباقي is not. طيب انا ليه عمال اتكلم على الحاجة اللي متكررة واللي حصلت معانا وهنعملها في عيالنا وهكذا؟ لان واحدة من اكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تقول كلام سلبي اسمها دوائر القهر. يعني ايه دوائر القهر؟ يعني انا في وقت من الاوقات كنت طفل بستوعب وبكونسيوم كل حاجة بتتقال، عمال يتقال لي كلام وحش عن شكلي، يتقال لي كلام وحش عن وزني، يتقال لي كلام وحش عن ان انا تخين، فانا بستوعب ده وعمال زي ما اتكلمنا على مثلث المشاعر والافكار والسلوك، عمال يرسخ افكار سلبية جواي، وان انا اوحش منه وان انا اقل منه. طيب ده بيؤدي الى ايه بعد كده؟ ان انا هكرر نفس السلوك اللي انا اتأذيت منه. فلما يجي لي عيل، او لما اكبر في السن ويبقى عندي اخ صغير، او لما ابقى في المدرسة انا في اعدادي اروح اتنمر على العيال اللي في ابتدائي واللي معايا في الباص اصغر مني، ابقى اقوى منهم فقادر اقهرهم زي ما انا اتقهرت، دي اسمها دوائر القهر. وده بيحتاج حد اسمه سايكل بريكر، يعني بيجي حد زي حالاتي كده يقول انا هوقف ده، انا تعرضت له من وانا صغير، تعرضت للتنمر بسبب شكلي، تعرضت للتنمر بسبب وزني، بس انا مش هكرر ده، مش هسمح اني ابقى جزء من دوائر القهر دي anymore. بس طبعا السايكل بريكرز دول عددهم صغير قوي compared للناس اللي بتكمل في السايكل، وعلشان كده بنحتاج الوعي، بنحتاج الاويرنس، علشان كده بنعمل البودكاست اللي زي دي. طيب دوائر القهر دي بتتلخص في اني انا اتعرضت لأذى ف I am hurt، مخي ترجم ده لفكرة بتقوله I'm worthless، ما انا لو ليا قيمة ما كانوش أذوني، فانا عديم القيمة، فانا عايز، والايجو بتاعي بيزقني ان انا اشوف لي قيمة، ف if I can hurt I would be worthy. لو عرفت أذي حد يبقى انا كده ليا قيمة، بقى خايف مني، بقى بيهبني، ما بقاش عايز يقرب مني عشان انا ليا قيمة، فلما أذي ارجع اغذي تاني الورثنس بتاعت نفسي. طيب واحدة من اكتر الحاجات اللي بتزق الناس تجاه الكلام المؤذي والكلام السلبي ده هي البرفكشنزم او السعي المثالية. واحدة من اشهر المغالطات الفكرية اللي مخنا بيقع فيها، بتؤدي للبلاك اند وايت ثينكينج، بتؤدي للأول اور نون، ان الحاجة يا تبقى مثالية يا تبقى زي الزفت ووحشة. وده كمان بيسقط على
الأشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم، والأهم من ده بنسقطه على نفسنا. خد بالك كويس قوي 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 ان كل الكلام اللي احنا قلناه ده، زي ما الفويس والتون والانرجي والفايبريشنز والبادي لانجوج بتفرق في الكلام اللي انت بتقوله على الآخرين والآخرين بيقولوا عليك، نفس الكلام بيحصل لما حضرتك أو حضرتك تقولوا الكلام ده عن نفسكم. لما تقف في المراية وتقول ايه القرف ده، ايه المنظر ده، انا اتخنت كده ليه، انا بقيت عامل كده ليه، ده انا زمان كنت وكنت وكنت، ده انا عندي صورة بيرفكت في دماغي لشكلي مش عارف اتجاوزها، مش عارف اقبل ان التغيير جزء اساسي من الحياة، وان طبيعي جسمي هيتغير في المراحل العمرية المختلفة، وافضل انتقد في جسمي ده. وخد بالك بقى احنا لسه قايلين في اول الحلقة اني الكوميونيكيشن 7% منه بس هو الفيربال، فما تفتكرش انك بتقول ده انا عمري ما قلت كلمة سلبية لنفسي يبقى انت كده في السليم. لا، في 93% على الفويس والتون والبادي لانجوج. لو انت بصيت بصة وحشة، لو تجنبت بعينيك تبص على حتة معينة في جسمك، او بتبص على صور فرحك مثلا، او بتبص على صور الجامعة وعينك بتبعد عنك انت بالذات، عايز تشوف الصورة مش عايز تشوف نفسك، قرفان من شكل جسمك، كل الحاجات دي جسمك ومخك بيفهموها في اللحظة اللي انت فيها، وتأثر في أفكارك وتأثر في سلوكياتك. فطول ما احنا ماسكين شكل ايديال، وبرضو زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الايديال سيلف والايديال بودي ايمج، طول ما احنا لازقين بادج انك يا تبقى كده يا جسمي، يا مش هحبك، يا مش هطيقك، يا مش هقبلك، يا مش هقولك كلام ايجابي، طول ما احنا هنعاني ونكمل في دوائر القهر اللي احنا بنعملها في نفسنا. هل الموضوع بيقف هنا؟ لا، ده في بلوة كبيرة جدا ما تقلش عن كل البلاوي اللي فاتت دي، اللي هي المقارنات. ايه المقارنات دي؟ لما بتقارن نفسك بالآخرين وتبتدي تشوف هو بص انا شكلي عامل ازاي، بص هو شكله عامل ازاي، بص انا اتخنت ازاي، بصي هي بقت عاملة ازاي. علماء النفس بيقولوا لك ان الكومبير اند ديسبير ده، اللي هو المقارنة والبؤس او الحزن على حالك مقارنة بالاخرين، بيعمل لك 6 حاجات. ايه بقى ال6 حاجات دي؟ المقارنات دي هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى انكزايتي، هتجيب لك قلق، مش عارف ترتاح، الجهاز العصبي بتاعك هيبقى دايما في حالة قلق، بتؤدي الى ديبريشن، بتؤدي الى اكتئاب. يعني يا يا اب يا اللي بتقارنوا عيالكوا بعيال غيركوا، خد بالك ان انت بترسخ له وبتفرش له طريق انه يروح يبقى عنده اكتئاب بسبب المقارنات. بتؤدي الى شيم، بتؤدي الى شعور بالخزي. طول ما انت عمال تقول له ان غيره احسن منه، طول ما انت عمال تقول لنفسك ان غيرك احسن منك، طول ما انت حاسس بالخزي. هو انا ايه اللي مقعدني مع القرف ده؟ هو انا ازاي اخلص منه؟ هو انا ازاي اذيه واوجعه زي ما هو اذيني ووجعني؟ هتأثر في افكارك وهتأثر في سلوكياتك. بتؤدي الى انفي، بتؤدي الى حسد، والحسد طاقة زي ما الكلام طاقة، او الفايبريشنز بتاعت الكلام بتوصل، فالحسد بيوصل كطاقة. بس ده توبيك نبقى نتكلم فيه بالتفصيل بعدين. بس المقارنات بتولد عندك حسد تجاه الآخرين، وبتولد عند عيالك اللي انت بتقارن بينهم وبين الآخرين دي حسد تجاه الآخرين. بتؤدي إلى سيلف كريتيسيزم، الصوت اللي عمال طول الوقت ينتقد جواك ده كان في وقت من الأوقات صوت حد من البيرنتس أو صوت authority figure في حياتك بينتقد. ولو انت ما وقفتش ده مع نفسك هتكرره مع عيالك وهم يكرروه وهلم جرب. وبتؤدي إلى lack of self worth، يعني ما بتحسش بقيمتك الذاتية. الموضوع ده موضوع كبير وهنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، فكرة السيلف وورثنس وفكرة ازاي احب نفسي او اقبلها زي ما هي. وعلاقتك بجسمك واحدة من اهم الحاجات في الرحلة دي، رحلة انك تعرف تحب نفسك وتقبلها زي ما هي،
وتعرف تحب جسمك وتقبله زي ما هو. علشان زي ما قلنا ان كلام الناس زي ما بيأثر فيك، كلامك مع نفسك بيأثر فيك. وزي ما قلنا ان كل مرة حد هيقول لك ايه ده انت تخنت كده ليه، هتقوم عايز تروح تاكل. ففي كل مرة انت بتقول لجسمك انت تخنت كده ليه، هيبقى عايز ياخدك ويقوم ويروح ياكل. فلو عايز تخس وانت مبسوط، اهم حاجة تفهمها انك محتاج تبطل كلام السلبي اللي بتقوله لنفسك، وتحط باوندرز واضحة تجاه اي كلام سلبي الاخرين بيقوله لك. ولو انت اب او ام، اوعى 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 تنتقد شكل جسم طفلك ده تحت اي ظرف من الظروف. تنسوش تعملوا فولو، تعملوا سيف للحلقة دي، شيروها مع اصحابكم اللي ممكن يستفيدوا منها. اشوفكم في حلقة جاية. وانت تخنت كده ليه؟